جمعة موفقة بذكر الرحمن. اليوم إن شاء الله رانا رايحين نديرو طبق هايل. نديرو دي كروكات تاع البطاطا بالقرع الأحمر، حتعطيني نتيجة رائعة. ونرافقو هاد لي كروكات مع دجاج بصلصة الفطر من أروع ما يكون، ونختموها بتحلية اقتصادية تعطي لك شكل فاخر. نجوزو للمطبخ باش ندو جميع التفاصيل. البطاطا ديالي فورتها بسنينه تاع توم، وجيتو هي هكاك سخيخنا بيان سور باكراز تاع البطاطا، لبستها كامل. سينو اذا بردت ابدا ما حاش تعطينا نتيجه هايله. واش حنضيفو للبطاطا ديالنا؟ نضيفو لها شويه تاع القرعه الحمراء ولا لا كورج، راهي دايره حاله. نفوروها هكاك دو كوتي ونخلوها تقطر بيان بيان، ونزيدو كذلك بالفرشيطه نلبزوها كامل، حتكون اضافه صدقوني بزاف هايله. ندير كذلك شويه ملح وشويه فلفل الكحل، وندير شويه معدنوس. وكي كنت لبس فيها كذلك درت لها قطعه تاع جبن هكذا، راهي رايحه تبنن لي البطاطا ديالي. دوك ما بقى عليا غير ندمج المقادير وندير كرات. البطاطا ديالي درتها كرات، راهي تشهي ابدا ما تلصقش. علاش؟ لاننا قطرناها وفورناها. اذا حبيتوا تزيدوا تطلعوا القيمه الغذائيه تقطعوا ديروا قطعه جبن صغيره هكذا ونغلقوا. ومن بعد باينه الحكايه، نوجدوا فارينه بيض شابلور ونديروا اون بانور انجلاز. كملنا كامل الكرات، درنا لهم الجبن، ودوكا مباشره ناخذ تبيسي ندير فيه الكرات تاع البطاطا ديالي هكذا. الله الله، نجوزهم ضروري قبل في الفارينه. لا شابلور ديالي ما نحكي لكمش على النسمات تاع الزعتر، الله الله راهي متبله. شويه تاع الثوم بودره حتعطي لها اضافه رائعه. ونخدموا ونقدروا نتعاونوا مع افراد الاسره مع الاطفال، كل واحد واش يدير هكذا. العمليه حتكون بزاف سهله. البيض ديالي درت له شويه تاع الملح وشويه تاع الفلفل الكحل، ودرت له كذلك قطرات تاع الماء هكذا باش ما يكونش بزاف لازج. ونردهم لصينيه نقدروا نحلوهم في الثلاجه قبل ما نبداو نقليوهم معا ان شاء الله. باش نحضروا لاصوص تاع الشامبينيون ديالنا، ناخذوا مغلاة تكون سخونه بزاف، نديروا شويه تاع الزيت، نفرغوا البصل قطعته انايا جوانح، نخليه يتقلى ويتعسل. البصل تاعي يتقلى مباشره على نار عاليه. دوكا نزيد الفرنو ونضيف الفطر. انا استعملت فطر طازج، تقدروا تستعملوا معلب ما كان حتى مشكل. نخليهم يتقلاو وندير شويه تاع الملح وشويه تاع الفلفل الكحل ضروري، ونخليهم يطيبوا حتى وين يولوا فريمون زبده. الريحه لهنا ما نحكي لكمش، الدعوه تقلت بالطبع. نجي ونضيف زوج مغارف تاع الماء باش تكون عندي اون بتيت صوص، نخليها تكتك غير شويه، ونجيب لو بغا اي جو ميكس هادشي كلش حنرحيه. الفطر ديالي رحيت والدعوه راهي تنفنف في نفس المقلاة. قطرات من الزيت، ندير الدجاج قطعته مكعبات، نسكت عليه سنينه تاع الثوم، نقلي شويه مباشره. نضيف شويه تاع لا موطارد، شويه تاع فلفل الكحل القليل، شويه تاع سكنجبير، وبيان سور شويه تاع الملح. ونخلي الدعوه لهنايا حتى وين الدجاج يطيب وما تقعد لنا ولا نقطه تاع الماء. الدجاج ديالي تحمر والنسمات تاعو راهي رائعه. هذاك الصلصه تاع الفطر اللي رحيناها نفرغها مباشره، نخليه يدي من نسماتها، ومن بعد مباشره نضيفوا الكريمه. وكي نضيفوا الكريمه مباشره نطفي الفرن، ما نخليهاش ابدا طيب ولا تغلي فوق الفرن. وفي الاخر شويه تاع زعتره طازجه، ما نحكي لكمش صدقوني نسمت رائعه. لازم تجربوها باش تفهموني.
طبق تاعنا اليوم وجد بسرعة صدقوني احلى طبق ممكن تذوقوه. راكم رايحين تحضروه ليكم لوليداتكم لاحبابكم لضيوفكم، وراهم رايحين يقولوا لكم كاملين باللي بنين وعسل. هادوك لي شامبينيون كو سوا درتوهم طازجين ولا معلبين، كي ترحيوهم وميكسي مع هذاك البصل راكم رايحين تدوا واحد البنه خرافيه مع اضافه الكريمه. وهاد لاستيوس تاع لي شامبينيون لي ميكسي يديروهم في ارقى المطاعم، حتى في الحساء تاع الفطر يرحيو شويه باش تكون دعوه صديق كونسونطري الفطر الناس العشاق، وبهذه الطريقه راهم رايحين يزيدوا يحبوه اكثر واكثر. وهذوك لي كروكيت تاع البطاطا اللي درنا لهم القرع العسلي ولا لاكوش سموها كيما حبيتوا، بنان يحمروا الوجه مغذيين. عطاوني خير وبركه 5 حبيبات بطاطا، صدقوني عشاء وغدا راكم رايحين فريمون تفرحوا الاطفال وتفرحوا نتو كانا. شوفوا لي النتيجه عن قرب، هذيك البطاطا شوفوا هذاك اللون الجبن روعه. طبق تاعنا اليوم حبيت نهديه لكل شخص يتواصل معايا ويبعث لي كلام حلو وزين. نقول لكم ربي يزين ياماتكم ويحليها، والله يجبر بخاطركم كيما دائما تجبروا بخاطري نتوما كاملين كل واحد باسمه. انا كانا نحبكم كتر وزياده، ونتمنى يدوم الود بيناتنا، ونتمنى يا رب تفرحوا بالطبق ويجي على ذوقكم كاملين. البدايه بزاف سهله، خديت توجور علبه تاع بسكوي تاع القمح، ادو اي نوع واي ذوق تحبوه. وهذه الخطره باش يجيني خفيف ويجيني موزون راني رايحه ندير خليط بين زيت وزبده، وندير كذلك في الاخر شويه تاع الحليب حتى نتحصل اكيد على قوام يكون مرمل ولكن نوعا ما كي نلمو يتلم. فوالا نقعد بالتدريج ندير زيت وحليب وزبده هكذا، راح يجيني فريمون تري ليجي. وهو في جميع الحالات ما حاش يرفد كميه كبيره، 1/3 مغارف حيفروا كامل الموضوع. ودوكا ناخد اطار 20 سنتيمتر ونبدا نفرش كامل هاد لو بسكوي. وباش نحضروا الطبقه الثانيه ناخذوا الياغورت الطبيعي كالعاده، 4 علب تاع الياغورت الطبيعي. المره اللي فاتت نهار حضرنا لو ديسير نحينا له الماء حطيناه في ورق يكون شويه خشين، ولا عندكم شاش ولا هكذا باش نتحصلوا على نتيجه كريميه. 4 علب تاع الياغورت الطبيعي قابلهم كاس تاع حليب بودره، وهذه الخطره حنقص بزاف تاع السكر، حندير غير مغرفه مع شويه تاع لافاني، وحندير كل شيء في الاشواغ اي جو ميكس. فرغت الخليط ديالي، ودوكا الكوشه ديالي راهي سخونه على 180 درجه. نحط هاد لو بلاطو في الرف الوسطاني ونضبطها على 150 درجه، نخليه غير بعقيلته ينشف ويفا كروتي من الفوق ونعاودو نولو. بيت ما لو ديسير تاعنا راهو في الفرن نخلوه بعقيلته. نجو نوجدو الطبقه الاخيره وهي عباره عن كيس تاع لو فلون بذوق الفراوله هكذايا، نضيف عليه كاس غربه تاع الماء، نقعد نحرك حتى وين يغلي كيما الفلون عادي، ومن بعد نسيي نحاول نبردو غير شويه. كي لو ديسير تاعي هاد المرحله ما نديرهاش حتى لو ديسير يوجد ويكروتي ونخرجو ويبرد، باش ندير هاد المرحله تاع نطيبو ونسيي نحاول نبردو ونعاودو نولو باش نفرغوه معا ان شاء الله. لو ديسير تاعنا نهار اليوم الاقتصادي السهل كي تشوفوه هكا امتي غاتو تقولوا فيه بالك مراحل واشياء، وحنا درناها بابسط ما تيسر في البيوت، دينا نتيجه هايله، قيمه غذائيه عاليه، صدقوني راهو بنين بزياده. راني حابه نقطعوا معا باش نشوفوا النتيجه عن قرب. تاك تاك شوفوا ليا لو ديسير، شكون يقول باللي غير علبه تاع فلون وشويه ياغورت طبيعي وحنا دينا تحليه فاخره. شوفوا ليا النتيجه،
ما شاء الله. انا النتيجه راهي عجبتني بزاف بزاف صدقوني. ان ديسير يبان باللي مكلف وفاخر وفيه دي زيتاب صعاب الوغ كو ما فيه والو. نهديه لكم كاملين، لازم تجربوه ضروري في هذه العطله للاطفال، تفرحوهم وتطلعوا لهم القيمه الغذائيه. نتكل عليكم واش تقولوا فيها؟ انا قطعت غير هكذا براج تاع التفاح درتهم، ولكن لا فغي فيرسيون ساير داير نديرو انصاف تاع الفراوله. تخيلوا معايا باش نرمو فوقهم هذيك لا جولي تاع لو فلون. شيء فاخر بمقادير بسيطه، نتيجه تحمر الوجه. Alors merci. Car vous sentir me fait du bien. Et dans vos bras, je suis quelqu'un. Je n'ai plus besoin d'avoir peur. Je n'ai plus besoin d'être ailleurs.